في الأمام. والآن الخطأ عند اللاعب ميرزاد، ينفذ بشكل سريع والرأسية تأتي الكرة إلى خارج الملعب. لعوبة انطلاقة خطيرة، انفراد ومرور، تضيع الفرصة على نادي الأهلي. الكرة إذن تصل من جديد لمصلحة نادي الهلال، التسديدة تأتي، الكرة تتحول لركلة زاوية. هنا محاولة أخرى باتجاه اللاعب والهامسون ينقلها عرضية الآن، هذه أخطر لو استفاد منها تياغو نيفيز، يلعبها تياغو نيفيز خطيرة، تمر تتحول إلى ركلة مرمى. تصل إذا من جديد، والإبعاد من جانب الدفاع من جانب محمد قاسم إلى خارج الملعب. ركلة الزاوية تنفذ الآن، الرأسية تأتي، المحاولة عن طريق تياغو نيفيز، الأولى بالرأس والثانية تسديدة، الكرة إلى ركلة زاوية ثانية على التوالي. تنفذ إذا ركلة الزاوية بشكل سريع، المحاولة تأتي خطيرة، إبعاد سريع من محمد دعيع، رأسية من جديد، جول. حكم المباراة يأمر بتنفيذ الخطأ الآن عند اللاعب نيفيز، يلعبها خطيرة، إبعاد سريع من حارس المرمى في اللحظة المناسبة. والهامسون إذن يقود الهجوم، يلعبها عرضية، الكرة تمر تعود إلى والهامسون من جديد، تنتقل الكرة إلى ياسر القحطاني اللاعب الذي يسدد الكرة، والكرة إلى خارج الملعب. حكم المباراة يأمر بتنفيذ الخطأ، الكرة ملعوبة عالية، العارضة أبعدت الكرة الماضية. صاحب 26 سنة. هنا هجوم لصالح الأهلي، تلعب الكرة من جديد، محاولة المرور، نقل الكرة، التسديدة قوية والتصدي من محمد دعيع، ولعب بالإسماعيلي ولعب أهلي دبي من عام 2008، التسديدة تأتي قوية، التصدي يأتي من حتى التي كانت من اللاعب ميرزاد. هنا تسديدة قوية وإبعاد سريع من حارس المرمى. هنا رادوي، يلعبها رادوي إلى الأمام، جول. هذا ما نتحدث عنه، ليون بيو يسجل هدف ثالث. لاحظ رادوي لعبها بشكل ممتاز وجميل،